السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، يا رب تكونوا كلكم يا رب بصحة وخير. نجمع بسرعة كده. حد بس يدخل كده يقول لي صوت الصورة أخبارهم إيه. وحشتوني جدا 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 جدا، وعندي كلام كتير قوي قوي عايز أقوله في الموضوع ده. ماشي. حد بس يطمني على على الصوت، أهم حاجة. سيبكم الصورة مقدور عليها. مم. طيب أنا هبدأ أتكلم سريعا عشان الوقت، عشان مش عايز الفيديو ده يطول، وفي نفس الوقت عايز أكبر عدد من الناس يستفاد. آم، انا اسمي محمد خلاف للناس اللي ما تعرفنيش. انا دكتور اسنان، وبقالي تقريبا 3 سنين متخرج الحمد لله يعني. وشغال بيزنس مختلف شويه عن مجالي كدكتور اسنان يعني. وجاي لك بتجربه يا رب تفيدك، بس ركز كويس جدا في الكلام اللي انا هقوله لك، لان الكلام ده انا فعلا ما لقيتش حد يقوله لي. اولا مبروك طبعا للناس اللي ربنا اكرمها، وللناس اللي حققت سكور كويس، او اللي جابت نتيجه تدخلها الكليه او تدخلها الجامعه اللي نفسها فيها. وبقيه الناس اللي ما توفقتش يعني عايزك تسمعني كده وتركز معايا. والناس برضو اللي ربنا اكرمها ووفقها ودخلت الحاجه اللي او ان شاء الله اللي هتلحق باذن الله التنسيق بتاعها ان شاء الله هيدخلها الكليه او الجامعه اللي نفسها فيها. ركز كويس جدا معايا، يمكن تلاقي في تجربتي حاجه تفيدك. تمام. الناس اللي زمان على ايامي كان انا كنت من زمن اللي هو اللي كان بيجيب مثلا 98، او اللي كان بيجيب 99، ده كان بيدخل طب وطب اسنان، وبعد كده طبعا صيدله، ثم بيطري، ثم علوم. الناس طبعا اللي كانت علم علوم، وطبعا في علم رياضه طبعا هندسه ولا لا، على حسب طبعا المجموع بتاعك. كانت المأساة دي كانت الحاجة الدايرة ساعتها، او الحاجة السائدة ساعتها. تمام. المشكلة كلنا اتربينا يا جماعة في البيوت على ان الثانوية العامة هي خطوة هتحدد مصيرك. المفاجأة، هي خطوة والله العظيم لا تمثل 10% من اللي انت هتشوفه في الجامعة. بالكلية اللي انت هتدخلها لا تمثل 10% من مستقبل حياتك. ثانوية عامة يا جماعة لا تشكل 10 20% من مستقبل او من كارير حياتك. ركز معايا عشان تفهم ال الكلام. انا دلوقتي انا حاسس بيك، وعارف ان انت حاسس ان انت اتظلمت، وحاسس ان انت اتبهدلت، وحاسس ان انت تعبت. والاهالي صرفت كتير جدا في تعليم عيالها، ودروس ومرمطه وسهر، وناس كانت بتسافر محافظات عشان خاطر بس تتعلم او تاخد المعلومه الصح من المستر الصح، او من الاستاذ اللي فعلا يقدر يخليه يجيب سكور كويس. عارف ان المأساة دي بتتكرر كل سنة، وكل سنة بيروح ضحاياها آلاف الشباب. غير تفكيرك عشان يتغير مستقبلك. انا كنت من الناس اللي للاسف ربنا ما اكرمهمش. على فكرة انا على سنتي كان الكلية اللي انا بحلم بيها كلية طب عسكري. تمام. لان انا كان العيلة عندي اغلبهم ضباط، فانا بحب الجيش جدا وبحب الميري جدا، فكنت عايز ادخل حاجة ليها علاقة بالمجال العلمي وفي نفس الوقت تكون في الجيش. ما لقيتش كلية طب عسكري، كنت بحبها جدا وشغال عليها. الكلية دي على سنتي كانت بتاخد من 97، انا جايب 95.9 من 10. حلو يعني، فرق واحد. تمام. لما الناس قدمت تظلمات، تنسيق الكلية نزل ل 96. تنسيق الكلية نزل ل 96. تمام. لما تنسيق الكلية نزل ل 96 بقت واقفالي على 1 من 10. وادوخ في التظلمات، واعمل، وفكرت في موضوع القضية كتير جدا، وفكرت في وفعلا كنت عايش فعلا في دور يا رب ليه انت شفت، انت اكتر واحد في الدنيا شاهد على تعبي، انت اكتر واحد في الدنيا شفتني انا بتمرمط ازاي، انا ما فيش تقصير، ما فيش مجهود. فلما اجي اعمل التظلم، يشيء ربنا سبحانه وتعالى ان كل الدرجات اللي راحت مني تكون درجات نسيان مش اخطاء. انت هتسمع عن ناس كتيرة جدا بتغلط او ممكن ينسى. انا في كل المواد في سؤال مش شايفه، يعني بجد مش شايفه. انا كنت من النوع اللي هو لما بحل سؤال بشطب عليه. كل الاسئله مشطوبه ما عدا الاسئله اللي انا نسيتها. بحكي لك ده جايبها لك من بعيد عشان تفهم حكمه ربنا، ربنا وداني منين لفين، وكان تفكيري ساعتها على قد ما كنت شايف الكلام ده. تمام. طبعا مجموعي ساعتها ما خدتش ولا نص درجه يخليني ادخل الكليه اللي انا نفسي فيها، ولا نص درجه. بعدها قدمت في كليه الحكومي بتاعتي طبعا اللي جات لي، ما لحقتش غير علوم.
وطبعا بعد التعب ده كله، بعد الصبر ده كله والشقة، يعني اهلي استخسروا ان انا كنت تعبت التعب ده كله وفي الاخر خلاص ادخل علوم، فبداوا يشوفوا في الخاص، وانا كنت بقى من نوعيه اللي هو انا ما حدش يصرف عليا جنيه تاني في تعليم. شكرا يا جماعه، الناس دي تعبت معايا جدا تعليم في السنه، بس طبعا فضل الاب والام يعني في الاول وفي الاخر في ظهر عيالهم. تمام. ويشيء ربنا ان انا ادخل دونا عن الجامعات الخاصه كلها، ادخل جامعه 6 اكتوبر. ويشيء ربنا ان انا ارجع تاني اتعلق تاني بالكوره. كنت انا نفسي ربنا يكرمني في الكوره وابقى لعيب كوره، كنت بلعب كوره زمان، وارجع تاني العب كوره علشان خاطر اقابل واحد صديقي اشكره يعني لو بيسمعني في دلوقتي، يعني لحد النهارده انا بدعيله. اقابل حد صاحبي في الملعب نمشي مع بعض طريق الكوره، فالشخص ده يبدا بيزنس مختلف تماما عن مجالي، واتخرج انا من كليتي بتقدير جيد جدا مرتفع، يعني اقدر ابقى معيد في جامعتي الحمد لله، يعني الحمد لله خارج بتقدير كويس جدا. وفي الاخر خالص يشيء ربنا ان البيزنس ده يكون طاقة القدر اللي اتفتحت لي، ويكون الفرصة اللي انا طول الوقت عمال اسأل يا رب الحكمة فين. طول الوقت عمال اقول يا رب انا اتظلمت، وانت عارف ان انا اتظلمت، وانت عارف ان انا اتبهدلت، وعارف ان التصحيح ظالم جدا، وعارف ان ممكن يكون وفي ناس كتيرة جدا 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 اتظلمت. بس صدقني لو العباد بتظلم رب العباد عمره ما يظلم. صدقني ربنا شايل لك الناس والبشر والمصححين واللجان والضغط النفسي والدرجات والتنسيق، كل ده في ايد ربنا سبحانه وتعالى. كل ده حاجات ربنا بيسخرها لك عشان يقول لك تعالى يا ابني مكانك مش هنا، تعالى طريقك من هنا. البيزنس ده النهارده مش غير فيا ماديا ولا فرق في مستقبلي ولا في حياتي، ولا البيزنس ده خلى حياتي تختلف 180 درجة. مستقبلي بالكامل والمجتمع اللي انا فيه دلوقتي مختلف 180 درجة عن اللي انا كنت هبقى فيه لو كان مصيري، او لو كنت مشيت في الطريق اللي انا كنت شايفه لنفسي. صدقني انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، وربنا ارحم بيك من والدك ووالدتك. صدقني يعني توكل على ربنا واستعين بالله وارضى باللي ربنا قسمه لك، وتاكد 100% ان ده والله العظيم خير الخير. يعني مش حاجه كويسه المكان اللي انت هتختاره او المستقبل. والكليه دي ناس كتيره جدا بتتخرج من كلياتها ما تعرفش تعمل اي حاجه. انا دكتور اسنان، صدقني شهادتي كدكتور اسنان ما نفعتنيش قد ما بيزنس بدات وما عنديش اي خبره فيه نفعني. فاهم؟ ارجوك افهم الكلام ده، لان الكلام ده ان حد يكون عاش التجربه قبلك يقوله لك غير لما يكون حد من بره بيقوله لك. تمام. والله العظيم انا كنت فعلا حياه سودة جدا في عيني ساعتها، ما كنتش طايق ان انا اتعلم معلومه واحده زياده، ما كنتش عايز ادخل خاص، ما كنتش عايز اشتغل اي شغلانه تانية. كل اللي انا كنت بدور عليه ان انا اكمل الكام يوم اللي فاضلين لي من الدنيا. كنت واصل لمرحله اكتئاب صعبه جدا. تمام. لكن ربنا سبحانه وتعالى كان ارحم بيا من نفسي انا شخصيا، وكان مختار لي حاجه هي في اعتقادي احسن حاجه جات لي في حياتي. ربنا يوفقكم جميعا. وصدقني حتى الناس اللي ربنا لو انت ربنا كرمك ودخلت الكليه، صدقني ده بدايه الطريق، ده بدايه الطريق. الحياه العمليه ملهاش اي علاقه، وهتتصدم بكلامي وانت تاخد شهاده التخرج. يعني وانت بتستلم شهاده التخرج بتاعتك هتتصدم ان الشهاده دي لا تمثل 10% او 20% من الحياه العمليه. هتنزل الحياه العمليه هتستغرب جدا، هتقول ازاي انا تعبت التعب ده واللي انا كنت مستنيه حاجه تانية خالص. صدقني ربنا يكرمكم جميعا يا رب ويوفقكم. كل ما عقلك يفهم ان انت ماشي في حياتك في الطريق الاحسن ليك، وكل ما تبقى فاهم ان ربنا بيختار لك احسن حاجة، مش المناسب او اللي هو حاجة ماشي حالها، لا لا لا، احسن حاجة والله. كل ما هتفكر بدل ما تبقى عقليتك ان انت حد اتظلم جدا ومضطر انك تتعايش مع الوضع ده، لحد بجد هتفكر ازاي اطلع. انا خلاص بقى انا في احسن مكان ليا، انا في احسن كليه، انا في احسن مكان ربنا اختاره لي. هفكر ازاي ابدع، هفكر ازاي اكون رقم واحد في مجالي، هفكر ازاي اكون شخص فعلا بيعرف ينتج قبل ماديا ينتج فكريا. تمام. صدقني مفيش حد بيعمل فلوس كتير او عايش عيشه كويسه الا لو كان بيقدم قيمه، الا لو كان حد بيقدم قيمه. تمام. بالتوفيق لكم جميعا. وصدقني يا رب يكون كلامي خفيف على الناس او فرق معاك ولو بنسبه 1%. والله العظيم هتتفاجئ من حكمه ربنا، بس مش دلوقتي، قدام. ولو ده حصل يبقى ادخل قول لي ايه اللي حصل معاك من ساعه مشوار ثانويه عامه لحد النهارده، وايه الحاجه بجد اللي انت كنت فاكر ان هي فعلا شر جدا وطلعت منتهى الخير ليك. وصدقني الكلام ده عن تجربه مش مجرد كلام. اتمنى يعني يكون كلامي فاد الناس، بالذات الناس كمان اللي
اللي ان شاء الله ربنا اكرمها وبتبتدي لسه حياتها. جامعه الثانويه العامه خطوه صغيره جدا في طريق كبير جدا لسه هتمشيه، واتمنى اشوفكم كلكم يا رب ناجحين يا رب وكلكم مكسرين الدنيا. السلام عليكم.